السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد على آله وأصحابه أجمعين. كل عام وأنتم بألف خير ورمضان كريم إن شاء الله. نصيب معكم ميني بسطيلة بمذاق السمك، كتجي رائعة بزاف. خليكم معايا هنا كتشوفوا انايا في هاد الاناء ديالي ضيفوا واحد الكميه كبيره ديال المعدنوس. هنا غنضيف 3 ديال المعلقات ديال التوابل اللي خاصين بالسمك، وهنا غنضيف 3 المعلقات ديال الفلفل الحلو الاحمر، وهنايا معلقه صغيره ديال الكمون. هنا الثوم مبشوره مزيان، كميه يعني 2 المعالق عامرين كي كتشوفوا صغار. وهنايا غنضيف الخل الابيض، وهنا عصير ليمون الحامض، وهنا كنضيفوا الخل البلزميك، قليل من الصوص حاره كتعجبكم تكتروها ماشي مشكل، انا ما كنكترهاش بزاف. هنا زيت المائده على القليل كيف كتشوفوا، ماشي بتكثروا الزيت. هنايا ضفت معلقه صغيره ديال الملحه لان عندي ضما ديال السمك مالحه، وهنايا معلقه صغيره ديال البودره ديال البصل. كنخلطوا هادشي ديالنا، وغادي نزيد عليه واحد ضما ديال البنه. هنا راه ضفت كميه كتشوفوا كثيره ديال المعدنوس. هنا راه كان عندي في المجمد ما تحلش معايا شويه، يلا جبته. نخلطوا مزيان التوابل ديالنا، وخلاص. الدجاج راه عندي مقطعاه، انا الدجاج كنقطعو قطع صغيره، قطعته باش هاد الطريقه هذه ديال الدجاج كتقطعيه صغيور مزيان لابسطيله باش كتدخل ليه ديك التتبيله، وكيدخل ليه ملي كيطيب كيجي لذيذ بزاف، وكيجي الدجاج بحال اللي من الداخل عرفتي مشحر، كيكون مزيان. غتشوفوا في الاخر ملي غادي يطيب معنا غتشوفوا كيف كيجي، راه كيجي رائع. هنا كنقاد في الكاميرا، اعتذر. وهنايا كنضيف كي قلت لكم فينا ديال ضما يعني ديال السمك. صافي هنا كنتبل الدجاج ديالي، كنتبلو مزيان. هنايا كما قلت لكم انا هنا راه عندي تقريبا دجاجه ونص اللي دايره، لان غندير كميه كبيره ديال ميني بسطيله. درت دجاجه ونص، يعني ما شاء الله دجاجه كبيره ونص. يعني على حسب كيبقى الافراد العائله اللي عندكم. هنايا صافي انا تبلت الدجاج ديالي. هنا ما كنضيفوش عليه الماء، غنخليه بعدا كيترقد واحد 4 السوايع، وغادي نضيف القليل من الماء. الا كتشوفوا ها هويا في الاناء اللي حنا كنا رقدنا فيه
ضفت عليه قليل من الماء صافي، وغادي نرقدو. وملي غنرقدو راه كيطلق واحد الماء ديالو، كيطلق الماء هو اللي غادي نطيبوه فيه على نار هادئه. هنا انا راه درتو كيطيب على نار هادئه بزاف. غادي نخليه يطيب معايا، وغتشوفوا كيف كيطلق المرق ديالو. كيطلق المرق بزاف. هنايا كنخلي الطنجره عريانه. ملي كيطيب معايا غير شويه كنخلي الطنجره عريانه باش كيشرب لينا داك المرق. هنا انا راه طاب معايا وحيدته. كي كتشوفوا كي كيجي كتدخل ديك الصوص ديالو، كتدخل كل هذاك التوابل اللي درنا راه كيدخل داخل في الدجاج باش كتجينا بسيطيله مزيانه. هنا هي الصوص اللي بقات ليا، انا غادي نضيف عليها بات التوابل. وهنا الدجاج ها هي راه انايا نقيته من العظيمات كي قلت لكم. شوفوا كي كيجي من الداخل ديك التوابل كتدخل كتعطيه واحد حتى داك اللون زوين، والمذاق كيجي لذيذ. هنايا في الطنجره راني زدت واحد الليمون الحامض. زدت تقريبا واحد الحامضه زدتها. هنا غنزيد شويه معدنوس. وهنا كنزيد معلقه ديال سميتو القزبر مطحون. وهنا زدت شويه ملحه. وهنا غنزيد صوص طوماط جوج، صلصه ديال الطماطم جوج معلقات عامرين. صافي هنا كنخليها تشحر واحد شويه غير باش يشرب داك العصير الليمون الحامض اللي درنا، ومع صلصه الطماطم تشحر شويه. وغادي نضيف عليها الشعريه الصينيه انا ديجا موجوده معايا. هنا نخليوه حتى كينشف هاد الليمون الحامض اللي ضفناه باش ما يسردش لينا الورقه. صافي هنا كنضيف الشعريه الصينيه ديالي بعد ما ضفتها في الماء طيب، خليتها واحد المده شويه وصفيتها وقطعتها وضفتها. وهنا غنضيف معلقه ديال البودره ديال قشور ديال الكوفيت او القمرون. صافي كنخليها هنايا انا راه طافيه النار، كتشوفوا البخار طالع راه غير الطنجره سخونه. طفيت عليها صافي، وغادي نخليها نضيف عليها الدجاج، وغادي نخليها حتى تبرد معنا الحشوه. هنا ضفت الدجاج ديالي صافي، وغنخليه حتى يعني يبرد معنا. نخلطو مزيان ونخليوه حتى يبرد، الحشوه تبرد لينا مزيان. هنا انايا زدت واحد شويه، واحد نصف معلقه ديال البودره ديال القمرون او الكوفيت باش كيعطيني واحد اللذه زوينه، كيجي لذيذ بزاف بحال هكا. ضروري تضيفوا القشره ديال الا بغيتو يجيكم لذيذ. هنا بعد ما الحشوه ديالي راه بردات مزيان كنخليها حتى كتبرد مزيان. غادي نضيف عليها الفرماج. هنا عندي فرماج الابيض والفرماج الاحمر. وهنا غادي نضيف ثاني الفرماج الاحمر. صافي وغادي نخلط.
شي بقاو عندي شي شويه الدجاج ما حليتوش مزيان، كنحلوه مزيان الدجاج ديالنا. صافي هنايا انا غادي نخليه جانبا، وغادي نجيبو الورقه ديالنا باش غادي نصيبو بسيطيلات. تكونوا موجدين واحد شويه ديال الدقيق مع الماء باش كتسدو به الورقه. هنا ننظف المكان ديالي ونجيب هنايا نضيف هنايا الدقيق والماء باش غادي نسد الورقه. صافي هنايا كنضيف انايا راه كنخدم غير بيديا، كيعجبني نخدم بيدي. صافي غادي نشوفوا الشكل كيفاش غنديروا ليه. هاد الشكل انا غادي نديرو اللي كنديرو بشكل الورده، ولكن غنخليه محلول من الفوق. غتشوفوا كيفاش غادي ندير ليه، حيت من بعد غادي نعمل فيه الفوق الفرماج باش يهبط ليا لداخل في الحشوه ملي ندخلهم للفرن. نتوما غتشوفوا كيفاش غادي ندير ليه. هنا غادي نبدا نحل فيها باش غيتحل ليا هاد الوسط من الوسط اللي حنا عاملين كي الورده، حيت غادي نبغي نعمل فيه الفرماج الوسط وندخلو للفرن. واللي غادي نقليوهم نخليهم مسدودين مزيان من الفوق. هنا انا غادي ندخل واحد الكميه غادي نديرها معكم، غادي ندخلها الفرن، وواحد الكميه غادي نقليها باش غتشوفوا كيف كيجيو مقليين وكيف كيجيو اللي في الفرن. لكن راه كيجيو مزيونين بجوجهم، غير هما المقليين راكم عارفينهم كيجيو محمرين يعني مزيان، وتادو راه كيجيو واحد اللوين فيهم مزويون وكيجيو مقرمشين الا كانوا في الفرن. هنا كتشوفوا كيف كنلصق الورقه من التحت باش ما تبقاش معايا الورقه يعني هاكا كاينه عشوائيه، وكتجي من الداخل من التحت كتجي الورقه غليظه وما العضه ما كتجيش وكتجي معجنه. كنمشيو بحال هكا كيف كتشوفوا انا كيف كنلصق، وحتى الشكل من التحت راه كيجي مزيان ملي كتقادوا الورقه يعني مزيان من التحت كيف كتشوفوا. صافي هنايا انا غادي نحطهم وغادي نبدا نكمل كي كتشوفوا هنايا. وهنايا كي كتشوفوا الوسط اللي قلت لكم غنخلي فيه واحد الوسط مفتوح. هنا انا غادي نعمرو بالفرماج، هادو اللي غندخلهم للفرن كنعمرهم بالوسط ديالهم بالفرماج، وكتزينوهم من الفوق باش ما بغيتو. صافي كنمشي هكذا حتى كنكمل الكميه ديالي اللي عندي. هنا المهم انا غادي نكمل البسيطيلات كي قلت لكم كنخليو هاد البلايصه انا كنخليها مفتوحه. غنكمل هاد البسيطيلات ديالي كلهم باش ما نطولش عليكم، غنكتفي بها هادي صافي هي الاخرى. المهم انا راه ديجا موجده حدايا، راني مصيبه واحد الكميه. هانتوما تلصق البنات من التحت كيف كتشوفوا كيف كنلصقهم، ماشي كنجيو نجمعهم من التحت صافي ونحطهم باش كتبقى الورقه مكلبده ليا التحت وكتجي ديك العضه فيهم خيبه. وحتى في القلي اولا كتدخلهم الفرن كيبقى داك التحت يعني ماشي عشوائي، ما كيجيش محمر وما كيجيش مزيون. هنا كيجي بحال اللي حاطه وريقه على وريقه كيف كتشوفوا صافي. وكنسدوهم يعني ساهلين.
وهادو كانوا الطلب ديال بعض الفتيات المبتدئات. غنتمنى تكون عجبتكم الطريقه. بالنسبه للطلب اللي طلبتو مني ديال بسطيله ديال الدجاج مذاق الحوت وبهذه الطريقه هذه، انك كتشوفوا كنخليهم كيجيو رائعين. هنايا انا كملتهم، شوفوا كي كيجي الشكل ديالهم، كيجي رائع بزاف. هنا نقدروا نخليهم بحال هكا، انا شي حاجه غنخليها بحال هكا وشي حاجه اللي غنزينها من الفوق. غير انا ملي غندخلهم الفرن غنضيف ليهم واحد شويه ديال الفرماج من الفوق باش كيهبط، كيعطي واحد اللذه. هنا راه درت واحد الكميه كبيره، غير حيدتها احتفظت بها. وهذه انا غادي نصيبها معكم شي حاجه في الفرن وشي حاجه غتكون مقليه، وغتشوفوا كي غيجيو راه كيجيو رائعين بزاف، ونتمنى ينالوا الاعجاب ديالكم. ان هادو اللي انا عملتهم في الفرن كي قلت لكم راه ضفت فيهم شويه فغماج من الفوق، وهادو اللي قليتهم تما عملت فيهم فغماج وزينتهم فوق بالفلفل مشكل. نتمنى ينالوا الاعجاب ديالكم وتكونوا راضين عليهم، ومع السلامه.